أصعب لحظة في حياة أي صانع محتوى هي اللحظة دي لما تنزل فيديو تعبت فيه أسبوع وتلاقي المشاهدات صفر. الكل بيقولك ابدأ، بس محدش بيقولك إزاي تتعامل مع إحساس إنك بتكلم نفسك. أنا ما عنديش استوديو ولا كاميرا بآلاف الدولارات، اللي معايا موبايلين ورينج لايت وقرار إن مفيش تراجع. المحتوى التعليمي على اليوتيوب مليان ناس بتقولك أسرار النجاح، وهم أصلا بدأوا من 10 سنين والظروف اتغيرت. عشان كده أنا قررت أعمل حاجة مختلفة. أنا مش طالع أعمل فيها خبير، أنا طالع أكون فرد تجارب. هجرب كل استراتيجية، كل نصيحة وكل ترند. هوريك بالظبط بالأرقام إيه اللي شغال في 2026 وإيه اللي مجرد كلام. في السلسلة دي هنمشي مع بعض خطوة بخطوة من الصفر لأول 1000 مشترك. لو فشلت هتبقى عرفت إيه اللي تتجنبه، ولو نجحت يبقى مبروك عليك، وبقى معاك الخريطة الحقيقية لواحد بدأ من تحت الصفر وبإمكانيات عادية جدا. أنا مش محتاج منك لايك عشان الفيديو يضرب، أنا محتاجك تكون شريك في الرحلة دي. اشترك دلوقتي عشان نثبت سوا إن المحتوى لسه بخير، وإن القصة لسه أهم من الكاميرا الغالية. الرحلة دي طويلة والهدف واضح، والبداية دايما هي